السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى انتوا بقى بتقولوا لنفسكم انا فين؟ انا رحت عند اختي. هعمل لكم النهارده روتين تشجيعي من بيتها. النهارده كده رحت عند اختي بقالي يومين، فانا قلت بقى اوريكم الفيو الجميل ده واعمل لكم في بيتها روتين تشجيعي هيعجبكم قوي قوي قوي. بس في الاول كده اعملوا لي لايك واشتراك للقناه اللي اول مره يتابعني عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. النهارده بقى كده حبيت اعمل لكم اوريكم المنظر الجميل والفيو الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده. بصوا سبحان الله، حاجه كده طبيعيه جميله. بصوا الشمس جميله ازاي والمنظر جميل ازاي. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناه وتشجعوني عشان يوصل لكم كل جديد، وكومنت حلو كده من ايديكم الحلوه دي، حاجه كده كلامكم الجميل ده اللي بيشجعني عشان اتحمس واعمل لكم فيديوهات تشجيعيه وروتينات تشجيعيه. عشان كل سنه وانتم طيبين، خلاص داخلين على العيد، كل سنه وانتم طيبين. يلا نبتدي بقى مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش كده بقى نعمل الروتين التشجيعي بتاعنا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بقى كومنت ولايك حلو كده من ايديكم الحلوه واشتراك للقناه اللي اول مره يتابعني. شوفوا زي ما انتم شايفين كده الصاله عندها عامله ازاي. طبعا احنا لما بنكون متجمعين والولاد البنات بقى كلهم متجمعين عند بيت واحده فينا، فبيبقى المنظر زي ما انتم شايفين عشان اولادنا بقى وكل واحد نايم في اوضه. فزي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى افتح كده البيبان بتاعه الروف، لان هي عندها روف كبير ما شاء الله. انتوا هتشوفوا الشقه معايا بسم الله ما شاء الله جميله جدا وروحها حلو، والروف عندها جميل جدا وبيطل على الفيو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا خلصنا امتحانات والولاد عندنا كل واحده مننا خلصت، ولادها خلصوا امتحانات، خلصوا امتحان. فاحنا بقى قلنا بقى نحب نقضي كام يوم كده عند اختي الكبيره، نتجمع هناك وكده. فروحنا بقى هناك بقى والولاد بقى عارفين وكل واحد نايم في ناحيه. طبعا زي ما انتوا شفتوا الانتريه كده دي ركنه، بصوا انتوا هتشوفوها دلوقتي. انا غيرت نظامها بس للاسف، وانا كنت بغير نظامها وكنت شايله الشلت ونفضتها وغسلت الحيطان وغسلت الكنبه دي من الظهر بتاعها ومسحت تحتها وكنست تحتها وكل ده. بس للاسف والحمد لله على كده ان الفيديو مش لاقياه. انا اتصدمت ان انا مش لاقياه، بس الحمد لله كملت بقى بقيه الفيديو ورحت بقى ايه كده. بصوا النظام ده انا عملته، بس اختي ما شافته ما عجبهاش بصراحه، قالت لي لا مش حلو. قلت لها اصبري يا بنتي لحد ما اخلص كده التنظيف وخلص كله انت هتشوفي. بصراحه اما خلصت عجبها النظام وانتوا هتشوفوا في الاخر شكله بقى عامل ازاي. شوفوا بقى الغلطه اللي انا غلطتها ومش عارفه انا غلطتها ازاي. انتوا هتشوفوا انا عامله ايه في نفسي، يعني انتوا هتقولوا لي في الكومنتات ايه اللي حصل فيا، ايه اللي انا عاملاه ومش واخده بالي منه. للاسف انا مش عارفه كان فين عقلي، مش عارفه انا كنت نايمه، مش عارفه انا كنت بعمل ايه. يا مدوب انا اول يعني ابتديت التصوير لبست كده الهدوم عليا ورحت ايه ابتديت تصوير، ما بصيتش بقى على نفسي في المرايه ولا اي حاجه. انتوا طبعا انا لمحت لكم وانتوا هتقولوا لي، وفي الاخر الفيديو انا هقول لكم انا فيا ايه. طبعا بقى كده انا خلصت الجزء اللي هو بتاع الانتريه ده. طبعا فصلته زي ما انتم شايفين وشلت السجاد وحطيته كده على السور في الروف عشان انفضه. عشان بقى ايه يعني عن السجاد ده بيبقى اللي هو النسيج بتاعه اللي هو عامل زي الريش ده، فما بينفعش معاه مقشه خالص. لا اما مكنسه لا اما تمسكي السجاده كده وتطلعيها على السلم او على السطوح او في المكان اللي انت عايزه تنفضي فيه وتنفضيها بقى تنفيضه حلوه بالمنفضه. طبعا هي ما عندهاش مكنسه فانا شلته وحطيته على السور بتاع الروف ونفضته بقى كده بالمساحه، حتى ما عندهاش منفضه نفضته كده ونزلت بقى الترابه وكده.
طبعا دي بقى صابونة زي ما انتوا شايفينها كده. الصابونة دي حطيتها في قلب مية وصابون سائل وغسلت بيها الحيطة، جميلة جدا جدا جدا. الصابون اللي هو بريحة اللي هو بتاع الوش، خدته دعكته كده بقلب الفوطة اللي معايا وشالت لي البقع. مش قادرة اقول لكم، هو التصوير مش مبين البقع اللي في الحيطة خالص، بس كان في بقع كتيرة جدا، لان انتوا عارفين بقى اولادنا لما بيجوا بيتنططوا بيعملوا، فانتوا عارفين بقى ايديهم مش نظيفة بيلطعوها على الحيطة، فانتوا عارفين الاولاد بتبقى عاملة ازاي. مسكت المراية كده برضو دي برضو، وبعمل لكم لايك عشان انتوا متنسوش اللايك، اعملوا لي لايك. وبعدين بقى ايه، مسكتها ولمعتها وشلت بقى الكركبة اللي انتوا كنتوا شايفينها من شوية دي. وبصراحة اتبسطت جدا، فرحت جدا ان انا عملت لها كده، لانها يا عيني برضو ما عندهاش وقت خالص، هي فاتحه محل وبتشتغل فما عندهاش وقت خالص، فبتيجي من الشغل هلكانه وكده، بتيجي بالليل يعني، فما بتبقاش عندها وقت. فبصراحه قعدت تدعي لي تقول الله يخليكي وكده، ودعيت لي جامد قوي. انتوا عارفين الاخوات ملهمش غير بعض يعني، اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها يعني، وكله عند الله وكله في ميزان حسنات الانسان يعني. فطبعا بقى انا قلت لا عشان افرحها وكده، وما يبقاش ان احنا تقال عليها، والولاد عندنا بيكركبوا لها الدنيا وكده، هو فحرام لازم ايه نبقى ماشيين سايبين لها الدنيا نظيفة، ونبقى خفاف، ضيوف خفاف عليها. لازم كده الانسان يبقى خفيف. مسكت بقى السجادة التانية برضو شلتها ونفضتها، وطبعا الشمس حلوة ما شاء الله، عندها الشمس جميلة جدا. يعني عارفين الروف كبير فبيبقى حلو فيه بقى ايه المسح، يعني لو عايزة تغسلي سجاد هتغسليه في الروف جميل جدا. الدور الاخير ده عامه بيبقى حلو، انا بحب الادوار الاخيره. هو اي نعم انا في الدور الاخير بس ما عنديش اسانسير، وبعاني من موضوع الاسانسير ده، بتعب جدا جدا في موضوع السلم ده. السلم عمل لي خشونه في رجلي وتعبني جامد لدرجه ما بقتش قادره انزل كتير. الكرسي ده بصوا معوق ازاي، عندها كرسيين تعبانين كده عاوزين تصليح، فايه يعني هي حطاهم كده وبعد كده ايه هتبقى تشوف حد يصلحهم. يعني هي كانت هترميهم وانا قلت لها خساره ليه، يعني انت كده هتبوظي السفره عشان الكرسيين هترميهم وبعد كده مش هتعرفي تجيبي تاني زيهم نفس الشكل بتاع بقيه الكراسي. فهم بس عاوزين يترمموا يعني، هو مش محتاجين حاجه، بس هو عايز نجار يظبطهم يعني. ولمعتهم بقى كده. كان فيهم برضو انتوا عارفين السفرة ما بتبقى فاتحة بتتبهدل بسرعة، من اقل حاجة تلاقيها متلطعة بتبان فيها الوساخة يعني. فبرضو لمعتها لها كده ونضفتها لها وخليتها لها زي الفل. بس انا كنت بقول ايه، فطبعا فرحت جدا واتبسطت ان انا عملت لها كده. فانتوا طبعا خدتوا بالكم انا فيا ايه، يعني انتوا خدتوا بالكم انا فيا ايه، والوكسه اللي انا اتوكستها انا ازاي كنت، انا لدرجه انا كنت هلغي الفيديو بصراحه بسبب اللي انا عاملاه في نفسي. بس انا والله ما كنت واخده بالي خالص ما كنتش واخده بالي خالص من اللي انا كنت فيه. بس الحمد لله بقى، يعني انا قلت بقى احنا اخوات مع بعض وكده، فمننا فينا يعني، مش هتتريقوا عليا. انا ما كنتش واخده بالي والله، فما اتفاجئتش الا وبعد ما صورت المده دي كلها. وبعد كده عملت فطار وجت قالت لي تعالي افطري، فانا قاعده بفطر بنزل بقى المقاطع اللي انا صورتها في المونتاج عشان امنتجها وانا بفطر كده. ايه اللي انا عاملاه في نفسي؟ فاللي انا عاملاه في نفسي اقول لكم بقى، يعني انا لابسه الهدوم بالمقلوب، مش عارفه ازاي انا لابسه الهدوم بالمقلوب. اتصدمت والله ما خدت بالي خالص. يا مدوب انا كنت لابسه الجاكيت، جيت اصور البلوزه اللي تحت دي، جيت اصور رحت ماسكه الجاكيت ورحت لابساه، ما بصيتش بقى على نفسي في المرايه. يا مدوب قمطت الطرحه كده على راسي والجاكيت ده اللي هو البلورو ده لبسته، ومش واخده بالي خالص خالص الا وانا جايه بنزل المقاطع في التليفون عشان اصور. يا خبر ابيض، ايه اللي انا عاملاه في نفسي ده؟ طب انزله طيب كده، محتاره بصراحه. فقلت بقى اتكل على الله، واحنا مع بعض كده اخوات، ويعني الحمد لله يعني ربنا يخليكم ليا يا رب، في كل اللي يتابعني ويحب قناتي ويحبني يعني. المهم بقى كده انا بقى كنتش ناويه انضف النيش، انا كنت بلمعه بس كده، فما لقيتني بلمعه قالت لي الله يبارك لك، يعني كملي جميلك بقى وبص عليه من جوه. هي ما عندهاش صيني كتير، ما يعني النيش مش مليان صيني كتير او اطباق كتير. فروحت بقى قلت خلاص ماشي، شلت بقى الصيني كام طبق كده، وبقيت الصيني عندها في المطبخ، هي حطاه في المطبخ.
ما خدش مني وقت خالص بصراحه. لمعته بقى كده ورحت ظبطته ولمعت الاطباق بتاعتها وكده واتبسطت بصراحه. وحيه حتى بعد ما خلصته بقت رايحه جايه قاعده بتبص عليه فرحانه بيه قوي ان هو اتلمع. وبعد كده بقى ايه خلصت الرفين اللي فوق. هو فاضي اي نعم، بس يعني عارفين ان هو التراب ما بيتشال منه ويتظبط كده ويتنسق، بتحس برضو ايه بالتجديد والنظافه. والرف اللي تحت ده انا برضو بشيلها الزيادات اللي مش عايز، دي علب كانت بتتحط فيها حاجات يعني اكسسوارات وحاجات، برضو ظبطتها لها كده وحطها لها فوق. و شلت لها بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه شلتها. والرف ده قالت لي ايه خفضهولي خالص عشان هرص فيه بطاطين. يعني هي عشان النيش فاضي ما فيهوش اطباق كتير او صيني كتير، فهي تستغل الرف ده هتشيل فيه بطاطين، يعني تخزن فيه بطاطين. والمرايه دي مرايه مش ازاز، كانت مكسوره، فهي قالت لي بقى حطيها كده على جنب وانا هبقى اشيلها ارميها يعني، بس ايه اما تبقى فاضيه على اساس ان هي ما حدش يتعور. وكده خلاص بصوا بقى نضيف زي الفل ازاي، يعني كسبت فيها ثواب بصراحه اما انا عملت حاجه زي كده. لمعته بقى من بره وكده اهوت، بحيث ان ايه يبقى داخل عليها العيد يبقى نضيف، ما تحتاجش ان هي ايه تعمل فيه اي حاجه خالص. بس وكده بقى بمسح بقى كده واشيل بقى. والحاجات اللي على السفرة دي بقى اللي هي كانت في النيش دي بقى هرميها، ملهاش اي عوزة خلاص، دي زيادات ملهاش اي عوزة. بس عندها ما شاء الله. انا عندي الشقة صغيرة جدا، فعارفين ما باجي اغسل سجاد ولا اي حاجة بعاني من موضوع السجاد ده، ما بلاقيش اي مكان اغسل فيه السجادة غير الحمام. بقى اقعد لو سجادة زي كده مشاية نفس المقاس دي اتنيها ما تجيش في الحمام خالص. عندها بقى ايه الروف ما شاء الله، تغسلي في السجاد بقى براحتك بقى. هي ساكنه قريبه مني يعني، بس عارفين بقى لازم بقى اخد يعني عربية كده صغيرة عشان اخد فيه السجاد، وهي ساكنة في الدور ال13، فعارفين بقى يعني هو في اسانسير عندها، بس عارفين بقى كسل، فببقى بقول لا ملهوش لازمة يعني، اللي خلينا انزله لها انزله واوديه عندها. طب ما انا اوديه مغسلة انا عشان ما عنديش سلم، ما عنديش اسانسير، فهو دي المشكلة عندي، انا ما بعرفش انزل سجاد خالص. يبقى تقيل بقى عليا ان انا اطلع السلم. وانتوا قبل كده انا وريتكم فيديو كان السلم الدرجة بتاعت السلم بمقام درجتين، كان حاجة صعبة جدا. بس كده خلصت والله. يعني بصوا النظافة حلوة بصراحة، انتوا هتحسوا بقى وقولوا لي ايه رأيكم في النظام اللي انا عملته بتاع الركنة ده. هي قالت لي في الاخر بعد ما خلصت خالص عجبها، وقالت لي لا جميل بصراحة تسلم ايدك. وانا قلت لها بعد كده انا هبقى ايه مرة تانية يعني تزهقي من النظام ده وكده اهو، ياخد وقته يعني. عارفين كل فترة كده الواحد بيحب ايه من ابسط شيء. لو غيرتي مثلا مكان كرسي بتحس بالتجديد، شلت سجادة وغيرت سجادة تانية وانت هي السجادة هي يعني عندك سجادتين مثلا وغيرتي واحدة وشلتي واحدة بدلتي فيهم بتحسي بالتجديد. عندك مفرشين غيرتي واحد وشلتي واحد برضو بتحسي بالتجديد. فالتجديد ده مهم جدا، من ابسط الاشياء هتفرحي نفسك وتتبسطي وتحسي بان انت عملتي حاجة جديدة فعلا. كل فترة كده غيري، انقلي مكان الحاجة، حتى بيدي طاقة ايجابية. اما بتبقى الحاجة محطوطة دايما كده، حتى لو نظفتي ومحطوطة دايما يعني ما فيش طاقة إيجابية بتحصل إلا لما بتنقلي الحاجات من مكانها. يقولولك اللي فاتح محل ويحط بضاعة في اتجاه واحد مش حلو، غيري اتجاهات البضاعة. يعني حطي مثلا غيري الرفوف، حطي مثلا الشكل ده هنا، الشكل ده هنا، البناطيل هنا، يعني حسب أنواع المنتج اللي انت بتبيعيه. غيري الأماكن الحاجة، فبيدي طاقة إيجابية ويجعل فيه رزق في المكان. بس كده خلصت. بصوا بقى النظام اللي انا عملته يعني، دي كانت ركنه انا بقى بدلتها، حطيت الاتنين قصاد بعض. وطبعا البطاطين اللي هي تحت الشلت دي عندها عشان للاسف الركنه بس ايه فيها الخشب اللي بيبقى تحت ده مكسور، فعاوزه بقى نجار وكده يجي يظبطه لها، فاحنا ما بنحبش الحاجه بتبقى ساقطه. فحطينا كده البطاطين دي، احنا كده كده في الصيف، فلحد بقى ايه ما تبقى تشوف حد يظبط لها الركنه يعني وكده. ونظام السفره برده كانت بالطول، عملتها بالعرض يعني كده تغيير يعني. وقولوا لي ايه رايكم بقى، وما تنسونيش بقى في لايك واشتراك للقناه يا جماعه. اعملوا لي لايك، مش هتخسروا حاجه اما تعملوا لي لايك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.